السلام عليكم. إسرائيل عاملة لك فيلم بيتكلم عن ثورة 25 يناير. إسرائيل عارفة إن مصر لو عدت الفترة اللي جاية ديت بدون أي مشاكل، يا ريت نركز يا جماعة في الفيديو ده. إسرائيل عارفة لو مصر عدت الفترة اللي جاية ديت بدون أي مشاكل وبدون أي زعزعة وبدون أي مشاكل داخلية، عارفة إن مصر محدش هيقدر عليها. هي متأكدة مليون المية محدش هيقدر يقف قدام المارد المصري القادم. مصر بنية تحتية خلاص، مصر بنية زراعية شغالة، مصر بنية تكنولوجية. عندك المدينة السحابية، عندك بدأنا نتحكم، بدأنا نعمل التكنولوجيا بشكل جيد جدا. بدأنا نخلي البلد يبقى فيها طريق النهاية بتاعته هتكون مميزة جدا. السوريين طلعهم بره الحسبة خلاص البلد ديت شعبها نفسه اتفتت، النسيج بتاعه اتدمر، خلاص انتهت. اللي جاي دلوقتي على الدولة المصرية ما هو إلا أحلام يقظة. هيعمل لك بقى الفيلم وبالذكاء الاصطناعي ويطلع لك على السجن ويهرب لك الناس من السجن، وهيهرب لك المجرمين دول يطلعوا بقى يعملوا لك عدم امان في الشارع، ونعيد تاني السيناريو بتاع 2011. كل الكلام ده حلم عنده، هو بيحلم بالكلام دوت عشان خاطر ايه؟ يتوسع. طب لو ما قدرش يتوسع، اللي هي النتيجة بقى المباشرة على طول بعد الحالة اللي هو ما قدرش يعمل اللي هو عايزه، على طول هتلاقي إسرائيل في حالة رعب لن تنتهي، لأن موجود حاجة اسمها مصر ما زالت قوية. طول ما مصر قوية، طول ما إسرائيل عايشة في حالة نوع من انواع القلق، ودايما هتبقى مضغوطه، ودايما اللي مصر هتقول عليه هيتنفذ، لان انت قويه من الداخل، لان انت عندك الشعب بتاعك كويس، لان انت عندك الشباب بتاعك شغال، لان انت عندك الطاقه الايجابيه موجوده منتشره في قلب الشارع، لان انت ما فشلتش نفسك. هي ديت النقطة اللي إسرائيل عايزة تشتغل تشتغل عليك فيها، وهي إنها تخليك تفشل نفسك. أنا ماليش دعوة بيك، أنت مع نفسك هتفشل نفسك وهتوقع نفسك وهتخلي نفسك منهار وهتخلي نفسك واقع وهتخلي نفسك مش موجود وهتخلي نفسك ضعيف وهتخلي نفسك اللي أي حد يملي عليه شروط، اي حد يقول لك تعالى كده هتروح كده، اي حد يقول لك تعالى كده هتروح كده. ليه؟ انت خلاص خليت الدبابه. الفيديو طالع بيقول لك اول مشهد كده من الفيديو الدبابه الاسرائيليه بتعبر من معبر رفح. انا هخاف؟ ده بالعكس، ده بيثبت لي ان هو اللي مرعوب، هو اللي خايف، عايز يحقق احلامه في التهجير ومش عارف. هو حالة عنده ان هو ينفذ الكلام ده عليكم مش عارف. فخطة ان هو يدخل بفيلم يبقى الناس ديت في حالة فقدان امل غير طبيعي ان هم يقدروا يحركوا لك المشهد سياسيا، او يضغط لك نتنياهو ويقول لك انا هعمل، يبدا يضغط بالصحافه بتاعته، يبدا يضغط بالمثقفين بتاعته، يبدا يضغط بالكتاب، يبدا يضغط. خلاص بقى انا نزلت بليفل الوحش، جيت لك بالفيلم، انا نزلت لك بفيلم. ده انا ما عملتش كده مع سوريا انا دب دش فرجتك على المشهد في ثانيه الا ثانيه كل حاجه خلصت. لقيت جبل الشيخ راح، كل حاجه راحت. انما في مصر هو عمال يرسم الخيال، عشان انت تمشي وراه. نمشي ورا مين؟ انت عايزنا نمشي ورا مين؟ نمشي ورا كلامك انت؟ ده مستحيل، ده في رابع المستحيلات. فالفيلم اللي طالع من الكيان او من اسرائيل ما هو الا يعني نوع من انواع ان هو شايف حلم قدام عينه في احلام اليقظه، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى لن يتحقق هذا الحلم. بنسبه كام في الميه؟ مليون الميه. ثقة في ربنا، ثم في الشعب الواعي والفاهم والمناضل والمكافح
والمجتهد والطامح للمستقبل بنسبة كام في المية يا فندم؟ بنسبة مليار المية بفضل الله سبحانه وتعالى. ونتمنى دائما وابدا ربنا تبقى محفوظة، ربنا يحفظ مصر. تحياتي.